العظيم، يا بنتي. اقسم بالله العظيم، ربنا يرضيكي، اقسم بالله ربنا العظيم يرضيك يا انك بنتي، انت ربنا شرف لاي حد. يعني انت يخليك. يعني ما تقعديش تتغدي معاهم لقمه من اللي انت لا 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 طبختيها؟ لا 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 يعني انت خالص والله. تخلصي لهم الطبيخ وتمشي تروحي؟ اغسل واعمل ايه يعني، سبت الشغل في البيوت وبقيت بشتغل عندها بدون اجر. طبعا كل مين الله دي امك. راحت قالت واقفل البيت. اقفل الباب؟ بتهيألي مفيش كلام يتقال، والدموع شرحت كلام كتير. يا حبيبتي المكالمة معلش. مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ ماشي تمام. اتفضلي تحت أمرك. بصي انا قلت قبل كده للاعداد ان انا ست من الارياف تمام، وكان معيشه الا بنت واحده وابوها مات. امم يعني 15 سنه 16 سنه كده بقى. نعم. نعم. بقاله قد إيه ميت يا فندم؟ 15 16 كده. اه. تمام. ربيتها اشتغلت عليها كل الشغل اللي يخطر على بالك، سلول سلالم كل حاجة. المهم وصلتها لغاية ما دخلت كلية تربية انجليش، طلعت دكتورة وبتشتغل، عملت لها ماجستير وعملت لها ما شاء دكتوراه. الله. اه. واتجوزت. واتجوزت من واحد كويس، يعني كان هو بيقول ان هو كويس. المهم فجابت ولد في الحضانة. انت ما كانش فكانت عندك غيرها؟ لا لا ما فيش الا هي. امم جت ايه لاني انا اتجوزت كبيره وجبتها هي بس وخلاص. امم الحمد لله. كانت بره بيا فوق ما حضرتك تتخيلي. جت لما اتجوزت جمدت شويه. قلت ايه الدنيا والظروف وكده. ما اه. علينا. اي ام بتسامح. طبعا. المهم ايه انا طبعا معيشه الابتدائيه. امم فيعني انا ضد اللي بيقول ايه فاقد الشيء مش بيديه، لا فاقد الشيء بيديه. بتدي وبتدي بزيادة كمان. الحمد لله. امم يعني اقول لك على حاجه، حرمت نفسي من كل حاجه من اجلها. جت يعني اخيرا يجي من شهرين شهرين ونص كده ثلاثه، فهي ايه اجهضت الطفل التاني. امم وطبعا هو ما قاليش وما جابليش سبب على الموضوع. ما قاليش. قلت ايه ماشي. فين نعم. ايوه انا معاكي يا فندم. فين بالليل بيتصل بيا بيقول لي ايه ده بنتك اجهضت. طب انتوا ما قلتوليش ليه؟ قال لي معلش احنا ايه عشان انت تعبانه وكده وكفايه عليك الولد بتوديه الحضانه وبتجيبيه وقاعده يعني هو انت قاعدة فين يا فندم؟ قاعده جنبهم. جنبهم، وانت اللي مسؤولة عن احنا ابنهم؟ يعني انا بقوم الصبح عشان فاضيه، بقوم الصبح اه. بروح اوديه الحضانه وبجيب اروح اعمل لها اكل، اجيب لها حاجات من السوق على بالي